نبدأ بسم الله. الأفكار النهاردة من الملابس القديمة. أول فكرة هنعملها من البنطلون الجينز. لو عندك جينز قديم أو مقطوع أو حتى ضاق عليكي ممكن نستخدمه في فكرة حلوة قوي، هتكون عملية والفكرة كمان سهلة ومش مكلفة خالص. أنا أخدت رجل البنطلون كلها وهفتحهم من الجنب بالشكل ده، وهحط الرجلين على بعض. أول رجل هتنيها طبقتين كده بالنص بالظبط، وهبتدي اقص حرف اللام بالشكل ده، هحطه على الرجل التانية بعد ما هتنيها زيها بالظبط، وهحطها عليها. هنظبط بس القماش على بعضه علشان ما يبقاش فيه اي غلط في القص، وهنقص نفس القصة بالظبط علشان يبقوا الاتنين مقاس واحد. ده الشكل اللي انا عايزة اقصه. دي بقى البطانة، برضو طبقتها اتنين على بعض. انا اخترت الوان حيادية في البطانة علشان تليق على اي حاجة، ان البطانة برضو هيبان منها جزء. هدور الاحرف بالشكل ده وهحطها على البطانة، والبطانة متنية اتنين، وهبتدي اقص نفس الشكل بالظبط. لو زودنا هنزود نص سنتي بس في البطانة، ما نزودش اكتر من كده علشان ما تعملش زيادة عند الايد من فوق. نص سنتي اللي احنا هنزوده ده يعني بتاع الخياطة. هنشيل بقى الجينز وهنجيب البطانة هنمشي عليها على الاحرف الخارجية. طبعا كده قلبتها، خليت الوشين في وش بعض، وهخيط بالشكل ده الاطار الخارجي كله من بره. هنقفلها. مش عندك مكنة مفيش اي مشكلة، هنخيطها على ايدينا. هنعمل كده بطريقة السراجة، غرزة ضيقة صفين ورا بعض، هتلاقيها بقت زي المكنة ومتينة وتمام، يعني مفيش حاجة هتوقفنا. ده الجزء الجينز برضو هخيطه من بره، هقفله كله من بره زي ما قفلنا البطانة بالظبط من بره. هنقفل الجينز برضو كله من بره تمام كده. نجيب بقى البطانة هندخل جواها الجينز، بس الاول هعدل الجينز اللي هي الشنطة الجينز هنعدلها ونخلي البطانة مقلوبة زي ما هي. ركزي معايا، البطانة مقلوبة والجينز معدول. هندخلها فيها بالشكل ده، هنلاقيهم مقاس واحد. نبتدي بقى نقفل الاحرف كلها على بعض. البطانة نثبتها في الشنطة بالشكل ده. شفتوا اسهل من كده؟ شرح تفصيلي يعني مخليه لكم الفكرة سهلة جدا، عشان الناس، في ناس طلبت مني شنط للمدارس وشنط للدروس. لما عملت فيديو الشنطة جينز الصغيرة والمقلمة قبل الدراسة، في ناس في الكومنتات 2-3 طلبوا مني شنط للدروس، وبرضو على الفيسبوك برضو طلبوا مني شنط للدروس وشنط لكاجوال كده، يعني للبنات تروح بيها الدروس وكده. فالفكرة دي بجد يعني مناسبة قوي للموضوع ده. بعد ما ثبتهم في بعض هنبتدي نعدل بقى. هنعدلها، هنلاقي البطانة لبره كده، هندخل البطانة لجوه في الشنطة بس كده. نظبطها كده على بعضها. الايدين بقى هنقفل الطرفين على بعض. طبعا هنقفلها من جوه مش من بره عشان الخياطة ما تبقاش باينة. اهو انا بقفلها على القلب اهو، بصوا من جوه ما بين البطانة والجنس. هيتبقى حتة كده مش هينفع تتقفل طبعا من جوه، فهنقفلها من بره. ودي انا سبتها من ناحية البطانة من جوه عشان ما تبقاش باينة خالص. وكده كده الخياطة انا حطاها تانيتين كده جوه بعض ومعدية عليها على الحرف خالص. بصوا الشكل والتقفيل تحفة ازاي بتاع الايد. خلصنا، نبتدي بقى نعدي على الاحرف من بره علشان نثبت البطانة في الجنس، ويبقى كمان الحرف مظبوط معايا وما تبقاش كده البطانة بتفضل تطلع لبره. بنعمل فكرة عملية تستخدم ونخرج بيها، ما تبقاش حاجة شكلها مثلا فيها ديفوهات. شايفين التقفيل تحفة ازاي؟ بصوا الايد بقى هنعمل كده وهنعدي عليها بالمكنة. الفكرة دي يعني النقطة دي مهمة قوي، الخطوة دي. هنا بقى جبت قطعة من قماش البطانة صغيرة خالص،
هعملها زي شريط صغير خالص كده، بس هقفلها تانيتين جوه بعض علشان تبقى ما فيهاش اي تنسيل. هنعمل القفل بتاع الشنطة بقى عروة وزرار. الجزء اللي انا عملته شريط ده هعمله عروة، هثبته كده في النص. بعد ما هثبته بالخياطة رايح جاي كده هشيل اي زيادة عشان يبقى التقفيل معايا والفينش تحفة. هختار زرار بقى يمشي معاها، ده زرار خشب وده زرار ابيض في اسود وده زرار اسود كبير. انا رسيت ان انا هختار الاسود الكبير ده لانه مناسب لحجم العروة وشكله حلو قوي في الشنطة. الزرار بقى هنخيطه بشكل متين كده. بصوا بقى القفلة سهلة ازاي، وبصوا اصلا شكل الشنطة مساحتها حلوة قوي، كاجوال زي الجاهزة، ما تفرقش حاجة، بالعكس دي متينة اكتر وعاملينها على ايدينا. كفاية ان هي ما كلفتناش حاجة. عارفين شنط الجنس دلوقتي تمنها كام؟ والله العظيم بتعدي 300 و400 جنيه. بصوا الشكل تحفة ازاي، حلوة قوي قوي قوي. تعالوا نشوفها بقى كده وهي فيها الحاجات. ده شكلها كاجوال جدا. انا ما حبيتش احط لها اي اضافات من بره، حبيت شكلها يبقى سيمبل كده. لو انتي حابه تحطي البادج بتاع البنطلون في النص حطيه. تاني فكره هنعملها من قميص رجالي. القميص ده نص كم، كان فيه عيب كده عند الياقه، دايب كده من تحت الياقه ومقطوع، فانا هاخد الجزء ده كله اللي انا اخدته ده بتاع الزراير، وقصيت الجناب كمان، يعني كده مفتوح من الاربع جناب. كل جنب من الاربع جناب انا سبت الزراير في النص زي ما هي. كل جنب من الاربع جناب هتنيه تانيتين جوه بعض عشان محتاجش اعمل لا اوفر ولا سرفله. يبقى كده خلاص تانيتين جوه بعض، مش هنحتاج لاي حاجه خالص. الفينش حلو جدا ومفيش اي تنسيل في القماش. تنيت الاربع جناب اهم. نيجي بقى عند الزوايا، هنعكس الزاويه كده ونقفلها. خدت من كل زاويه 4 صوابع، حطي 4 صوابع كده وخيطي من غير قياسات اهو، يعني طريقه سهله جدا. هننضف بقى نشيل الزياده. كل زاويه من الاربع زوايا هنعملها بنفس الطريقه. هخلصهم وارجع لكم. كده انا خلصتهم. هنبتدي نعدل بقى الشنطه بتاعتنا. ايوه القميص اتحول شنطه حلوه قوي، بس المره دي شنطه مش خروج، شنطه لتخزين الملابس في البيت. بصوا هو دلوقتي شكله مش باين قوي. انا هعمل لها بقى ايدين. اخدت التانية اللي على حرف الكم، ولا بقى اقولك قص شريط ولا خياطيه ولا اي حاجه، هي التانية متنيه جاهزه جدا. قصيت الزياده عن الخياطه كده، لقيتها شكلها نظيف جدا ومظبوطه قوي. اخدت الكمين كده، التانية اللي على الكمين، وهثبتها بالشكل ده جنب الزراير. ركزي معايا في المكان اللي هنثبت فيه الايدين. انا ثبتها بدبابيس الاول علشان المكان يبقى مظبوط. الفكرة دي جميلة خالص وجديدة عن اي فكرة ممكن تعمليها من القميص، بجد هتبقى يعني مفيدة قوي ليكي في البيت. طبعا انا عملت كذا فكرة من القمصان الرجالي، بس الفكرة دي عجبتني قوي ومميزة فعلا. بصي بقى هتاخد معاكي، دي كلها بناطيل جينز وجبردين. انا حطيتها كده عشان تعرفي قد ايه بتاخد مساحة وبتاخد كم من الهدوم كتير. انا دوست على الهدوم لتحت كده، وسعت كمان لبنطلونين. بصوا العدد، عد انتي بقى هي خدت قد ايه. هنقفل الزراير. انا حبيت اسيب الزراير زي ما هي كده علشان ما يبقاش فيها بقى تفاصيل كتير واقولك ركبي سوسته. لا، هي الزراير تمام، وكده كده هنحطها في الدولاب، يعني هي لتخزين الهدوم، هتحافظ عليها وهتنفعك. ويا رب تكون الافكار النهارده عجبتكم. باي باي.